اكتر من حاجة ولا اعمل حاجة واحدة بس واتميز فيها؟ المشكلة دي عند ناس كتير وانا كنت اولهم. مشكلة انك تكون عندك اكتر من حاجة او اكتر من انت ماشي فيها، بس انت مش عارف انت كده مشتت نفسك ولا انت ماشي في الطريق الصح. فضلت فترة كبيرة قوي من حياتي عندي المشكلة دي، ان انا رأيي اني اجرب اكتر وابتدي ادور انا بحب ايه حتى لو عندي اكتر من حاجة، لان بجد دي كانت مشكلة عندي بطريقة فظيعة. كنت دايما بفكر امشي في كذا واي ولا واي واحدة. لما كنت بسأل الناس اللي حواليا انتوا شايفين ايه، كانوا شايفين ان ابو بالين كذاب، ودي كانت يعني هما دايما بيقولوا كده. ف فعلا حاولت امشي على اللي هم قالوه، لاني لقيت ناس كتير بتفكر بالتفكير ده، ويمكن ضيعت اكتر من سنتين وانا اوريدي دخلت مجال معين فاكره ان انا هكون ناجحه فيه و... وكنت مبسوطه في الاول. مش هكذب ان انا واقول يعني ان انا مثلا ما اتميزتش فيه او ما كنتش ناجحه فيه، لا خالص، بس مش بالشكل اللي انا كنت اتمناه. يعني انا اتمنى اني اكون اكتر نجاح واعمل حاجات واحقق حاجات اكتر، بس قلت ليه لا، ما في ناس كتير نجحت في المجال ده، فيلا بينا. فعلا دخلت وحاولت ونجحت شويه، وبقى زي الطبيعي جدا الحياه ups and down وتمام. كنت بقتنع عن نفسي اوريدي ده، لغايه ما حسيت ان انا خلاص وصلت بقى عارف انت زي ما بيقولوا كده للبيك، ما بقاش في اي نتيجه تاني، وما بقتش مبسوطه. ولما دورت كتير لقيت ان الصح ان انت تكون بتعمل اكتر من حاجه وتفتح لنفسك اكتر من طريق، لانك ممكن تكون بتجرب حاجه تلاقي نفسك فيها وانت ما تعرفش. فمش يمكن اطلع بعرف، هي بالظبط كده. فلا، انا لقيت ان المبدأ الاساسي انك تجرب اكتر من حاجه. وانا بدور اصلا لقيت ناس كتير زيي وبيسموهم متعددي الشغف، ودي مش حاجه غلط ومش بتشتتك قوي الا لو انت بقى ايه بتدخل نفسك في 900 حاجه، هو ده مش الصح اكيد. الصح انك تكون بتدخل في اكتر من حاجه وتجرب كذا حاجه، بس مش اوفر، يعني مش اكتر من 3 حاجات في نفس الوقت، وتكون بتحاول ان انت تنظم وقتك ما بينهم لغايه ما توصل لانت عايز ايه. مش معنى كده ان انا يعني ان انا بقول لك خليك كده طول حياتك، لا، انت ممكن في وقت ما تلاقي نفسك في حاجه معينه فتقرر ان خلاص هي دي الحاجه اللي انت عايز تكمل فيها، فخلاص يعني جو اون في الحاجه دي. لكن لو انت لسه ما عرفتش انت نفسك تكمل في ايه، او انت بتحب كذا حاجه مع بعض، جو اون برضه فيهم. مش هقول لك حاجه، رساله ليك بالذات لو انت في بدايه حياتك، جرب كتير على قد ما تقدر. صدقني في حاجات في الدنيا كتير حلوة قوي، مش لازم المعتاد واللي الناس بتعمله احنا نعمله. قصتك غير قصة حد تاني، فحاول تجرب لغاية ما توصل للي انت عايزه، وحاول ما تسمعش للناس كتير. حياتك دي بتاعتك انت، عيشها زي ما انت عايز مادام مش بتضر حد ولا بتضايق حد، يعني مادام كمان مش بتأذي نفسك. لو عايزين نتكلم اكتر عن موضوع متعدد الشغف، اكتبوا لي كومنتس، ويعني ابعتوا الفيديو ده لاي حد اتكلم معاكوا او تعرفوه، او حد صاحبك قالك ان هو عنده مشكله في انه مش عارف هو بيحب ايه او عايز يكمل في ايه. في ناس كتير قوي عندهم المشكله دي. هتكلم عن نفسي في فيديوز قصيره على تيك توك وانستجرام، فلو عايز تعرف اكتر انا ايه الحاجات اللي بحبها وكنت محتاره هكمل في ايه ولا ايه، اعملي فولو، هتلاقي لينك الانستجرام والفيسبوك وكمان تيك توك في الديسكريبشن. باي باي.